السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وعايزة اقول لكم بقى صباح الخير، صباح الفل، صباح كل حاجة حلوة كده عليكم. وبقول لكل الناس الجداد اللي دخلوا عندي في القناة وشافوا الفيديوهات بتاعتي اهلا وسهلا بيكم، وبجد انتوا نورتوني وشرفتوني في قناتي الصغنونة دي، وان شاء الله القناة تكبر بيكم. انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات عشان خاطر يعني من اخر النوبة كنت تعبانة فيها، انا ما نزلتش فيديوهات عشان خاطر انتوا مش مشجعيني خالص ان انا انزل فيديوهات. يعني مفيش كده، يعني مش عارفه اقولها لكم ازاي، بس انتوا مش مشجعيني ان انا انزل كل يوم فيديوهات. انا لو عليا كل دقيقه انزل فيديو، كل دقيقه كده. انا النهارده بقى هعمل ايه؟ هعمل لحمه كده مشويه، او يعني هي بتتقال عليها لحمه مشويه او كباب، يعني هي بتتقال عليها الاسمين. الاسم بقى اللي يعجبكم قولوه. انا بقى عملت ايه بقى عشان ايه تبلتها بيها؟ عملت ايه اتبل بها اللحمه؟ بصوا بقى، جبت بصلايه وسط وبشرتها كويس جدا، وبعد كده صفيتها وعصرتها كده في حته قماشه او زي ما تحب، او في مصفى عندك ضيقه ممكن تصفي البصلايه وتاخدي منها الميه بس. كل اللي محتاجينه الميه بتاعه البصل. حطيت بقى على البصل معلقه من بهارات اللحمه، معلقه كبيره اللي هي بتاعه الاكل دي، معلقه بهارات لحمه. وبعد كده حطيت فلفل، بس حطيت فلفل معلقه صغيره من الفلفل، ما كترتش فلفل يعني عشان اللحمه بتاعتي ما تغمقش. وبعد كده حطيت الملح دوت بقى حسب كميه اللحمه اللي انت عاملاها. انت بتحطي كده بعينك. نعم يا توته. روح يلا، روح يلا. بعد كده حطيت خل، يعني ميه بصل، بهارات لحمه، معلقه فلفل صغيره، وحطيت ملح واسمها ايه، وخل بس. وبعد كده بقى سبتها ساعتين. انت ممكن تعملي التتبيله دي قبل ما انت تعمليها بيوم، يعني مش هيجرى لها حاجه. انا عملتها قبلها بساعتين وبرضك النتيجة حلوة، وكان شربت التتبيلة وهي كانت جميلة جدا يعني. بعد كده جبت العصيان اللي هي الخشب دي، وقعدت بقى احط حتة لحمة وحتة بصلاية، البصلاية بقى. اللحمة لما بتيجي تسيح كده بتنزل ميتها بقى، وتيجي في الشوي كده تنزل كل حاجتها كده في حاجتها. بتبقى ايه، طعم البصلايه مسكره بقى وجميله بقى، شاربه من اللحمه كده، بتبقى فظيعه مع الرز بقى. كلي بقى احلى كده لحمه مشويه كده وبصل مشوي كمان معاها، بيبقى جميل. عايزه تحطي فلفل بقى، عايزه تحطي بدعي. بصي في المطبخ بقى بدعي كده، في اكلك وشربك كده بدعي، كل اللي نفسك فيه اعمليه. حطي جزر، حطي فلفل، اي حاجه تيجي في دماغك حطيها، ما عدا القوطه طبعا عشان القوطه ما ينفعش في اللحمه المشويه. انت اعملي اللحمه وحطي اي حاجه تعجبك بقى. انا حطيت بصل عشان خاطر تديها طعم حلو، وفي نفس الوقت عشان جوزي بيحب البصل فقمت حطولي كده شويهوله، وكان عاجبه جدا، طعمه جميل، واللحمه بجد جميله بجد. يعني هتعملوا الطريقه دي هتلاقوها حلوه وحاجه سهله يعني، وما فيهاش افتكاسات كتير، يعني هي حاجات بسيطه وحاجات كده في قلب المطبخ، يعني مش بنشتري حاجه خارج المطبخ. يعني كل حاجتنا في مطبخنا، ولحمتنا في تلاجتنا، ورزنا في ايه تضحك على ايه؟ تضحك على ايه؟ ها تضحك عليا؟ خص عليا. تضحك على ايه؟ ماشي. بعد كده انا خلصت بقى اللحمه ايه يا حبيبي والله العظيم في ايه، وجبت بقى الجريل معايا. بصي بقى، حابه تعملي في الجريل، في صينيه عاديه، في شوايه اللي هي بالكهرباء، في شوايه عاديه زي ما تحبي.
انا عندي شوايه اللي هي بالكهرباء، بس انا بقى ما حبيتش بقى ادخن الدنيا وبهدل الدنيا والكلام دوت، فقمت جايبه الجريل دوت وحطيت فيه معلقه دهن ضاني. يا ابني اسكت ما توترنيش بقى، خلينا اتكلم الكلمتين. بعد كده قمت سبت الدهن الضاني صح خالص، وحطيت بقى معاهم حبه زيت بردك. ليه بقى حطيت الدهن الضاني؟ بيدي للحمه المشويه طعم تحفه، وبالذات بقى لما يكون اللحمه تكون حمرا ما فيهاش دهن. يعني لو اللحمه اللي انت عاملاها كلها حمرا ما فيهاش دهن، تحطي بقى حته دهن عشان تديها طعم. لو اللحمه بتاعتك فيها دهن خلاص ما تحطيش دهن ضاني. لو اللحمه حمرا زي ما انت شايفه كده ما فيهاش دهن، لا حطي بقى حته دهن ضاني كده وشوفي بقى الفرق. بعد كده بقى سبتها اتشوحت ووطيت عليها النار عشان ما تلسعش مني من الجنبادي ومن الجنبادي، وبقيت احط شويه ميه. كل ما الاقيها نشفت احط ميه، كل ما الاقيها نشفت احط ميه، وغطيتها بورق سلوفين. وخلاص بقى كانت استوت معايا وسبتها استوت خالص، وبقيت كل شويه احط لها الميه كده ومتابعاها. اول لما الميه احس انها تنشف اقوم حاطه لها كوبايه ميه تاني واغطيها بورق السلوفان وهي على النار كده. بعد كده بقى قمت مولعه حته فحمه وغطيتها بالفحم كده، واكني شوياها على اجدعها شوايه، على اجدعها كده شوايه. والله العظيم كانت شاربه طعم الفحم بطريقه فظيعه، ولا اكني يعني اجدعها حياتي. صدقوني بجد انا مش بضحك عليكم، انتوا هتجربوا بنفسكم وهتلاقوا الطعم بجد تحفه. بعد كده قمت بقى قلت اما اعمل الرز عقبال بقى ما يكون، عقبال لما اللحمه تشرب ريحه الفحم يكون انا عملت الرز وخلصت منه. جبت بقى زيت. الرز البسمتي ما بيتحطش عليه سمنه، هو بيتعمل بزيت، اكيد كلكم عارفين يعني. ولو حد ما يعرفش وبيعمله بسمنه، يعني في ناس ممكن تكون بتعمله بسمنه وهي متعرفش يعني الرز البسمتي بيتعمل بزيت او لا، يعني او هما بيحبوا الحاجه تكون دسمه، يعني الرز يعملوه بسمنه اي رز بقى. لا هو الرز العادي بيتعمل بسمنه وزيت برضه، اما الرز البسمتي بيتعمل بزيت بس. حطيت بقى حبهان، حطيت حبيتين من الحبهان، وحطيت ورق غار، وحطيت عود قرفه، وحطيت ليمونه ناشفه. وبعد كده هنزل بقى بالكركم والكاري، وحطيت حبه بردك فلفل تديها نكهه كده حلوه، حبه فلفل بقى كده صغيرين، وحطيت الكركم والكاري. طريقه الرز اللي هو يعني الرز البسمتي اللي هو دي حاجته يعني، او الرز اللي هو الكبسه دي طريقه الرز الكبسه يعني. وبعد كده نزلت بالرز البسمتي، انا كنت غسلاه ومصفياه، وقلت بقى محمر بقى الحاجات دي مع بعض كده وشوحهم اديهم تشويحه، يعني مش هحمرهم اديهم تشويحه كده. وبعد كده هحط ملح، كان طعمه حلو جدا. حطيت الملح اهوت، وهقعد اقلب بقى كده تقليبتين كده فيهم، يعني اشوح الرز كده بالحاجات اللي انا حطاها. والحاجات دي ما بتشالش منها، تبقى في قلب الحله كده زي ما هي كده، عشان الرز يبقى يشرب من القرفه ويشرب من الليمون ويشرب من كل حاجه انا حطاها. بعد كده بقى هنزل بالميه،
خلاص بقى الرز كان استوى معايا، جبت بقى الطبق وايه، قلت بقى عشان اغرف عشان نتعشى. وعملت بقى فيها فرفوسه، وقلت بقى مقلب الحله كده، وانا عارفه انها مش هتتقلب عشان الحله عندي عامله موجه كده يعني مكببه من تحت، فعارفه انه اصلا مش هينزل زي ما هو يعني. بس انا بقى ايه، قلت بقى ايه اعمل كده يعني. وبعد كده بقى فردت الرز، وبعد كده ما فردته، وبعد كده بقى ايه هجيب اللحمه بعد ما خلاص بقى ايه ظبطت الطبق بتاعي كده. هجيب اللحمه وهرصها كده على الوش. وكده خلاص الطبق بتاعي بقى جاهز للاكل. وزينته بقى كده بحبه بقدونس، ادوا بردك شكل كده لطيف وجميل للطبق بتاعي. بصوا بقى شكله، طعمه بقى احلى من شكله بكتير، واللحمه كانت مستويه ودايبه دوب. بصوا اللحمه كانت عامله ازاي، كان طعمها بجد تحفه. جربوها تعجبكم جدا. خلاص بقى هنروح نتعشى، واحنا دلوقتي قاعدين بنتعشى، وبجد بقى الرز واللحمه طعمهم تحفه. خلاص بقى قاعدين بنتعشى اهوت. بجد اللحمه كانت جميله جدا. انا بقى من الناس اللي مبحبش الفراخ اجيبها من بره يعني مشويه، بحب اعملها في البيت. يعني انا عمري كده ما نفسي راحت للفراخ المشويه. انا ممكن اجيب كفته مشويه، بس ان انا اجيب فراخ مشويه لا، دي ما بتحصلش ابدا. ما بحبش انا اجيب فراخ مشويه، لازم انا اعملها انا في البيت كده، تطلع كده من تحت ايدي، تبقى حاجه تانية يعني. خلاص بقى خلصنا عشاء، ودخلت بقى عشان خاطر اغسل المواعين، وبقى هفضي بقى الاكل اللي فايض مننا. هو فايض بقى ايه اللحمه دي، نعينها بقى لتاني يوم، نعمل بقى اي حاجه جنبها كده، مكرونه او اي حاجه وايه وتتقضي. والحمد لله على اي حاجه. بعد كده بقى ايه هنغسل المواعين وندردش شويه مع بعض. حابه بقى ان انا اقول لكم ندردش حبه كده مع بعض، واقول لكم انا ليه بغيب عن الفيديوهات وليه ما بنزلش كل يوم فيديو. انا هقول لكم كل حاجه دلوقتي، وهقول لكم ليه انا ما بنزلش فيديوهات كل يوم. انا ما بنزلش فيديوهات كل يوم بسببكم انتوا. ايه ده؟ بسببنا احنا؟ بسببكم انتوا. بسببكم انتوا اللي مخليني مش قادره اتحرك، مش قادره انزل فيديوهات كل يوم. طب ليه؟ احنا عملنا لك ايه؟ عملتولي ايه؟ انتوا ما عملتوليش. انتوا معجزيني، مخليني مش عارفه اعمل حاجه. في افكار كتير جدا في دماغي، مش قادره ان انا اعمل خطوه فيهم. ليه بقى؟ ان انتوا يعني المفروض تبقوا واقفين جنبي، يعني مدعميني. المفروض ان انا لما بنزل فيديوهات دي يعني بشارككم كل لحظه انا بعملها، كل حاجه انا بعملها. يعني الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم، انا حابه ان انتوا تشاركوني الفيديوهات دي وتشاركوني حياتي. فالمفروض ان انتوا كمان زي ما انا حابه زي ما انا كده حابه ان انتوا تشاركوني حياتي، المفروض انتوا كمان تبقوا حابين لي الخير، تبقوا واقفين جنبي، تبقوا مساعديني. يعني زي ما بنزل فيديو كده وانتي بتخشي تفتحي الفيديو وتتفرجي على الفيديو، والله ده شرف ليا، وانا ببقى مبسوطه كمان ان انتي بتتفرجي على فيديوهاتي. زي ما كمان انتي بتتفرجي على الفيديوهات، انا ببقى مستنيه منك بردك اللايك ده يا جماعه، والله ببلاش جدا، والله ما بيدفعوا فيه اي فلوس، ما بيدفعوش فيه جنيه.
حاجه كده ببلاش كده، والناس كده عاملاها مجانا، قصدي اليوتيوب عاملها مجانا لايه ليكوا كده، ان انتوا تبسطوا بيه الناس وتدوهم طاقه ايجابيه وتفرحوهم باللايك دوت. هو اللايك ده عباره عن ايه؟ ان انتوا بتفرحوا الواحد اللي قدامكم باللايك. فلما انا افتح كده والاقي كل حبايبي بقى اللي عندي اللي منوريني ومشرفيني كده، فايه الاقيهم كده عاملين لي لايك كده، اللايك ده بيحفز الواحد كده، بيديله طاقه ايجابيه كده وسعاده، ومش قادره اقول لكم والله. ويخلي كده الواحد كده يقوم من النوم قصده انه يعمل فيديو كده ويفرح كل حبايبه اللي بيتفرجوا ومستنيين منه فيديو. هو اللايك بقى فايدته كده اللي انا بقوله لكم ده، هي دي فايدة اللايك، ان بيحفز الواحد وبيشجعه ان يعمل لكم كل يوم فيديوهات. والشير برضك ليه فايدة، ليه فايدة برضك الشير، عشان تعرفي يعني كل حبايبك اللي عندك انك تشير الفيديوهات. مش عايزة تشير الفيديوهات، قولي لزمايلك، يعني قولي لصحابك في قناة كذا مثلا اعملي مشاركة للقناة، قولي لاصحابك يعملوا مشاركة في قناة كذا عشان القناة تتعرف وكل اللي ما يعرفهاش يعرف. بس كده وخلاص بقى كده فيديو النهارده خلص. وعايزاكم بقى ايه تكتبوا لي كومنتات حلوه كتير كتير كتير، عشان خاطر بجد انا محتاجه ان انتوا تقولي اي كومنت واي افكار كده من عندكم اعملها. يعني انا حابه ان انتوا تقولي لي افكار ان انا اعملها، يعني مش كل الافكار تبقى من عندي، حابه برضك اللي عنده فكره يخش يقولوها لي في الكومنتات عشان اعملها لكم ان شاء الله. وبكده الفيديو بتاع النهارده خلص، ومع الف سلامه يا حبايبي.